لسه بتتكلم معايا ان نمط الحياه دلوقتي بتاعنا كلنا يعني بدون استثناء بقى نمط الحياه سريع، والناس اليوم ما بيكفيهاش. ودلوقتي ممكن وهو بيشتغل بياكل، بيجيب حاجه من هنا، اكله من هنا، وجبه من هنا، اكل بره، اكل في الشارع. وسمعنا بقى من بعض الناس او بعض الاستفسارات اللي جات لنا موضوع او ترند بتاع الميكروب الحلزوني او بيسموه جرثومه المعده. كنا عايزين نعرف من حضرتك ده اسبابه ايه، ويعني بيحصل ازاي؟ جرثومه المعده بقى الجرثومه الشقيه بقى، او الجرثومه الشقيه بقى، الجرثومه الحلزونيه، مش عارف ايه. طبعا حيرت ناس كتير جدا. ميكروب الحلزون جرثومه المعده ده يعني وصلنا كده مثلا الاصابه بيه في مصر تقريبا 80%. ايوه، يعني 80% مصابين بالجرثومه الحلزونيه. يعني ناس كتير بدات طبعا بعتت لنا تسالنا عليه يعني ايه طبعا القصه طبعا العيان ذات نفسه دلوقتي بقى بيعملوا من ضمن الروتين في الانفستيجيشن. يعني عندي دلوقتي بقى يروح للمعمل يقول له اعمل لي تحليل ميكروب حلزوني، صوره دم كامله وميكروب حلزوني. يعني صورتك الاول يقول لك صوره دم صوره دم كامله ويورين وستول، دلوقتي لا اعمل لي معاهم الاتش بايلوري كمان او الميكروب الحلزوني. تمام. طب ده ايه القصه دي؟ اسبابها ايه؟ منتشر جدا طبعا بسبب العادات زي ما قلت برضو في حالات الارتجاع المريء وكده، الاكل من بره والجنك فود والقصه دي كلها. طبعا سبب رئيسي برضو انها بتنقل لنا الاتش بايلوري او الميكروب الحلزوني. فالميكروب الحلزوني ده بيجي عن طريق تلوث الاكل او الشرب فاهمني؟ ده سبب رئيسي في نقل العدوى بتاعه الميكروب الحلزوني. تمام. يعني ده السبب الرئيسي، موضوع ان هو الاكل من بره. طيب دلوقتي تلوث الاكل، تلوث الشراب، ايا كان يعني. طيب يا دكتور، الموضوع يعني تلوث الاكل، تلوث الشرب، ده هو المسؤول عن موضوع الميكروب الحلزوني؟ يعني نقل عدوى الميكروب الحلزوني هي عن طريق تلوث الطعام والشراب. طيب تمام. العيان بقى اللي عنده ميكروب الحلزوني ده، او زي ما حضرتك قلت بقى، احنا يعني عايزين نعرف ايه الاعراض اللي ممكن يحس بيها. يعني هو بيحس هو مش اعراض، هو مش هيحس باعراض. هو أيوة. الميكروب الحلزوني ده بيسبب امراض، بيسبب امراض. تمام كده. الحته دي يعني زي ايه بقى؟ بناء على المرض ده بيجي باعراض معينه. يعني هو الميكروب الحلزوني ده سبب رئيسي في التهابات المعده والاثنى عشر اكتر كمان. تمام. فالعيان بيجي بالام في البطن والام في المعده وعدم ارتياح في الاكل، فيكون السبب موضوع الميكروب الحلزوني ومش مرتاح فيها او مش حاسس انها اتهضمت. بالظبط كده، عدم ارتياح في الاكل، الترجيع، الالم في البطن بعد الاكل مثلا بساعتين ولا حاجه عشان الاثنى عشر وكده. تمام. القصه دي كلها التهابات المعده والاثنى عشر ده سبب رئيسي فيهم الميكروب الحلزوني. والالتهابات دي بتبقى من التهابات حاده التهابات مزمنه، وبعد كده ممكن يخش في قرح معده وقرح اثنى عشر. يعني دي مرحله ما قبل القرحه. يعني ممكن يحصل بعد كده قرح معده وقرح اثنى عشر لو ما اتعالجش كويس يخش في القصه دي كده. يعني ممكن قرح المعده وقرح الاثنى عشر ده نتيجه الالتهابات المزمنه بتاعه المعده والاثنى عشر، ده بسبب طبعا اللي هو الميكروب الحلزوني. تخيل ممكن ده النزيف الجهاز الهضمي سواء من المعده او من الاثنى عشر، ده ممكن يعني الموضوع بيتطور لحد ما يوصل كمان نزيف. طبعا بنشوفوا حالات كده، بنشوفوا حالات مثلا نزيف من المعده او الاثنى عشر، والسبب فيهم الرئيسي طبعا اللي هو الميكروب الحلزوني. كل ده بسبب الجرثومه الشقيه. الجرثومه الشقيه دي